كل عام وأنتن بخير. ونحن سعداء جدا بمشاركة السيدات والداعيات معنا في هذا الحفل. الحقيقة أنا أريد أن أتحدث عن نقطتين. الأولى هي المحبة التي أراها في العيون، ولا يمكن لشخص يعمل بشكل صادق في الحقل الديني ويفهم الدين وينتمي إلى هذه العقيدة بشكل صحيح ولا يكون محب. النقطة الثانية، يقال بأن النساء نصف المجتمع، ولكن لا أعرف ماذا يقصدون بهذا النصف. هل هو العدد؟ أم لأن أساس المجتمع يبنى على الرجل والمرأة والأبناء؟ لا يقاس المجتمع بالأعداد ولا يقاس بالنسب، وإنما يقاس بالاندماج ويقاس بالتجانس. عندما ننظر إلى المجتمع ننظر إليه ككتلة واحدة، كتلة متجانسة تقدم منتج واحد.